من فلفلاية واحدة بس والله تقدري تعملي احلى صلصة بيتي جاهزة بدون مواد حافظة وبدون توم بمكون سحري. يلا بينا نشوف المكون السحري دلوقتي يا حبايبي. انا جبت الفلفلاية اهو زي ما انتم شايفين، شوتها على النار علشان القشرة تطلع منها عشان تبقى سهلة معاكي بكل سهولة. بصوا اهي، بصوا بوريكم، بصوا القشرية طلعت ازاي منها بكل سهولة وبساطة. دلوقتي بعد ما خلصتها هي عشان سخنة هحاول بقى اقشرها كده معاكم زي ما انتم شايفين كده، فهتاخد وقت هخلصها كده معاكم واوريها لكم بعد التقطيع. بصوا يا حبايبي، هنا بقى معانا حاجة تانية. بصوا نص اربع طماطميات كبار هنقطعهم. زي ما انتم شايفين الطماطم انا قطعتها واحطها في الخلاط وهضربها في الخلاط جامد وهصفيها. وهنا الفلفل بعد ما قشرته اديني بقطعه واحطه مع الطماطم علشان يتضربوا في الخلاط. بصوا بوريها لكم ازاي انا مقشراها حلو ازاي اهي. بعد ما الطماطم بعد ما ضربتها في الخلاط وعصرتها هحط معاها الفلفل وهضربها كلها في الخلاط وهتبصوا بقى على احلى قوام. احلى من الجاهزه 100 مره. ولو وصلت لحد هنا ما تنسوش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى يا حبيبي، بصوا لما ضربتها بصوا قوامها بقى احمر بيوريه ازاي. هنا بقى احط شويه زيت وهسيبه يسخن اهو. بصوا بقى الصلصه. في بقى هنحط شويه بهارات عشان نعزز الطعم، ملح وسكر وفلفل اسمر وكزبره وبابريكا مدخنه وملح. هنقلبهم مع بعض وهتسيبيها تتسبك خالص لحد بصي لما تلاقي الزيت انفصل عن الصلصه. بصوا هي لسه برضو بنوريكم بعد ما غليت برضو احلى صلصة للمحشي للمكرونة للطبيخ. دلوقتي الطماطم يعني انا عندي هنا طماطم ب45 جنيه. طب وليه تعمليها ب4 طماطميات عندك تقدري تعملي احلى صلصة برطمان. وهتشوفي قوامها وانا بحطها في البرطمان تحفة والله يا جماعة، وحمر دم. معلقة واحدة منها هتنجز معاكي كل حاجة. وهنا دلوقتي بص بعد ما خلصتها وخليتها تبرد بصوا بقى الصلصة قوامها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، جميلة يا جماعة، اعملوها والله هتدعولي جدا. وهو ده احلى صلصة من مواد حافظة وتقعد معاكي اسبوع في التلاجة مش هيحصل لها حاجة. بس بعد ما تيجي تستخدميها هترشي عليها رشة زيت من فوق عشان ما تعملش عفونة. واحلى صلصة واحلى واجمل صلصة في الدنيا كلها. بصوا قوامها معلقة واحدة عن المكرونة. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.